تعالوا بقى النهارده كده نعمل اكله سهله وسريعه. هنعمل النهارده طاجن مكرونه بالفراخ، حاجه كده جميله وكمان مش هياخد منك وقت ولا مجهود. لو انتي موظفه هتعمليه في 10 دقايق بالظبط وهيكون جاهز معاكي. شايفين شكله حاجه كده خطيره. وبعدين كلنا بقى اما بنكون مشغولين بنحب الوجبات السريعه علشان ننجز فيها. اول حاجه بقى هنا بنجيب ميه تكون بتغلي، بنحط فيها نص كيلو مكرونه او كيس اهو مكرونه، بنسلقه كويس جدا. طبعا لما بتسلقي المكرونه بالذات اي مكرونه عندك بنسلقها 3/4 تسويه علشان ما تعجنش معاكي. بنجيب هنا طاسه بنحط فيها معلقتين من الزيت كبار وبنزل بيها بشرايح الفراخ زي ما انتم شايفين كده، وهي الطاسه سخنه لازم تاخد الصدمه دي علشان الفراخ تفضل معاكي جوسي وما تنشفش. شايفه انا ما ضفتش عليها اي اضافات خالص، انا نزلت على طول على الزيت بالشكل اللي انتم شايفينه. بعدين بقى هنضيف عليها هنا رشة فلفل اسمر، معلقة صغيرة من الفلفل الاسمر المجروش. وبعدين هنزل عليها بقى بالتوابل بتاعتنا، معلقة صغيرة من الملح، معلقة صغيرة من البابريكا، معلقة صغيرة من بهارات الفراخ، وببدأ اقلب بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وكمان لو عندك مكعب مرقة يبقى حلو جدا. شايفين ما نزلتش اي سوائل كتير، خلاص اول ما بتنزل في طاسه سخنه بتعمل صدمه وبتقفل المسامات بتاعتها علشان تحتفظ بكميه السوائل بتاعتها وتفضل جوسي بالشكل اللي انتوا هتشوفوه ده. شايفين هي خلاص كده جاهزه معايا، ما خدتش معايا اي وقت خالص. هبدا بقى هنا نعمل الصوص الكريمي الجميل. بجيب هنا 4 معالق من السمنه وبضيف عليهم 4 معالق من الدقيق وبنزل عليهم كده اقلب كويس جدا لغايه ما احس ان ريحه الدقيق طلعت معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه. بنزل بقى باللتر حليب كامل، بنزل شويه واقلب وشويه واقلب علشان ما يكتلش معايا بالشكل ده. شايفه وعلى طول ايدك مع التقليب المستمر على طول، يعني ما تستنيش علشان ما يكتلش معاكي، بالذات لو انتي بقى لسه مبتدئه واول مره تعملي الصوص الابيض الكريمي، عايزاه طبعا يطلع مظبوط معاكي. شايفين هنقلب بقى كويس جدا جدا، مش هيحصل معاكي اي تكتلات وهيبقى معاكي مظبوط. انا شفت ناس كتير احيانا ما بظبطش معاها ويضربوه في الخلاط، فانتي لو عشان تستغني عن خطوه الخلاط دايما ايدك تبقى فيها. هنحط هنا بقى بعد ما تقل معايا الصوص كده نص كوبايه من الجبنه الشيدر بالشكل اللي انتوا شايفينه كده. هي كانت مبشوره وهفضل اقلب كويس جدا لغايه اما الجبنه تسيح معايا. وطبعا هنا بنضيف فلفل اسمر او فلفل ابيض المتاح عندك، وبنضيف عليهم كمان معلقتين كبار من الكريم شانتيه الخام، بيدي الصوص ده في حته تانية. حطيت هنا بقى في البايركس بتاعي او طبق التقديم شويه كده من الصوص الابيض بيكونوا حلوين، ونزلت عليهم بالمكرونه. وبعدين هضيف عليها بقى الصوص بالشكل ده اهو. طبعا تغرقي المكرونه بتاعتك بالصوص الابيض علشان تطلع كلها كريمي كده وجوسي، لازم تغرقيها بالصوص. طبعا الحشوه هنا ممكن تحشيها لحمه مفرومه، ممكن تحشيها فراخ، المتاح عندك اعمليه والاسهل ليكي. شايفه انا كده غطيتها كويس جدا بالصوص. بعدين بقى هضيف عليها المكرونه. هنا طبعا هضيف الفراخ وبعدين هضيف المكرونه. ممكن كمان تضيفي الفراخ من فوق خالص بعد ما تخلصي المكرونه كلها وبعدين تضيفي عليها الجبنه، بس هي بتبقى حلوه اما تكون الحشوه في النص كده بتاعه الفراخ، بتبقى جميله. فردتها بالشكل ده وهنزل عليها كمان بحبه كده من الصوص صغيرين بالشكل ده اهو زي ما انتم شايفين. وبعدين كمان هنزل عليها بعد كده بالمكرونه اهو. باقي المكرونه يعني هو نص كيلو مكرونه على نص كيلو من الصدور، هيعمل معاكي كميه محترمه وهيعمل معاكي طاجن كبير بالشكل ده. بفردها هنا كويس جدا وبعدين بنزل بقى بكميه الصوص الباقيه كلها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو. بصب كده الصوص الباقي لغايه بقى ما اغطي المكرونه كلها بالشكل ده. طبعا انا بكون مستعجله بعملها ما بتاخدش معايا اي وقت خالص اهو. وبعد كده بقى هنضيف عليها حبة جبنة كده موتزاريلا وهندخلها الفرن، مش هتاخد 10 دقايق معايا وهتكون جاهزة. طبعا بتسخني الفرن بتاعتك قبلها وبندخلها على رف اوسط، بنولع فوقيها الشواية لغاية ما الجبنة تسيح معايا وتاخد اللون اللي احنا عايزينه.
شايفين بالشكل ده. كمان لو عندك زعتر مجفف ممكن ترشي حبة كده من الزعتر عليها من فوق، بتديها طعم وريحة حلوة جدا. وده شكلها بقى بعد ما خرجت كده من الفرن. شايفين؟ عايزه اقول لكم المكرونه جوسي وكريمي جدا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل جديد. باي.